الله الله على الجمال، عملنا حاجة حلوة جميلة جدا، وكمان بتدي طاقة لولادنا، وحلوة وهتدفي ولادنا في البرد اللي احنا فيه ده. يلا نعمل لهم حاجة حلوة بإيدك انتي في البرد. يلا ولعي الفرن وقعديهم جنبك وتدفي بأحلى حاجة حلوة تديهم طاقة وهم بيذاكروا، وكمان مع كوباية شاي بلبن أو كوباية نسكافيه هيتعشوا بيها ومش هتحتاري يتعشوا ايه. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم. النهاردة يا حبايبي أنا معايا كيلو من الكنافة. أنا جبته قبلها بساعتين تلاتة كده، وحطيتهم في الفريزر عشان تتجمد شوية. أنا حطيتها في الفريزر تتجمد عشان أعرف أفركها زي ما انتوا شايفين كده. كده يا حبايبي هنفركها معانا، مش هتبقى ناعمة قوي، احنا عايزينها ايه، متوسطة كده، مش ناعمة قوي بودر. علشان كده مش هنعملها في كبة ولا حاجة، هنعملها على ايدينا زي ما انتوا شايفين كده. هنفركها كويس جدا، وكمان احنا مجهزين حشوات حلوة قوي للكنافة بتاعتنا. طبعا انا ابني جاي اجازة من الجيش وقال لي يا ماما عايز اكل حاجة حلوة، اعملي لنا حاجة حلوة من ايديكي نفسي فيها. فقلت نعمل بقى حاجة حلوة كده، ربنا يحمي ولادنا ويرجع لكل أم ابنها بألف سلامة يا رب. فأنا كده معايا الكنافة خلاص فرمتها زي ما انتوا شايفين كده. هي كده كده شعيرات الكنافة رفيعة، مش سميكة قوي، مش الكنافة البلدي بتاعت زمان اللي كنا بيعملوها يدوية على ايديهم كده. كده فركناها زي ما انتوا شايفين كده اهو. طبعا الحشوات اللي انت عايزاها اعمليها، لو انت مش بتحبي الحشوات اللي انا هعملها دي اعملي اي حشوة تانية. اعذروني حبايبي على صوتي عشان البرد معلش. كده هنحط عليها شوية سكر سنترفيش عادي من الكيس بتاعنا عادي خالص. بشرب مية. كده حطينا شوية من السكر، وكمان تجهزي السيرب بتاعها، يبقى سيرب تقيل تجهزيه من بدري خالص قبل ما تعملي اي حاجة عشان يبقى بارد معاكي. هنا سمنة، انا مسيحة سمنة المفروض تبقى كلها سمنة بلدي، بس عادي ممكن تحطي سمنة بلدي على سمنة عادية. انا حاطة هنا سمنة عادية على سمنة بلدي عشان تخلي ريحتها وطعمها حلوين قوي. ما عندكيش سمنة بلدي هاتي سمنة عادية. وفي ازاز صغيرة كده ريحة السمنة البلدي عند العطارين واللي بيبيعوا الحاجات بتاعة العلافة، هاتي منهم واحدة وسيحي السمنة عادي وحطيها عليهم. كده انا دهنت طبعا الصينيه اللي هعمل فيها برضو سمنه، وهنا نزلت بكميه من السمنه على السكر، وهنخلطهم كويس قوي الكنافه بتاعتنا زي ما انت شايفه كده. طبعا هنعمل كده، انا معايا كيلو بس اسمع على 2، هعمله على نصين على صينيتين عشان عايزين كل صينيه بحشو مختلفه. يلا حبايبي، لو اول مره تشوفوني او مره تدخلي قناتي فعلي الجرس واشتركي عندي عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت افيدك او تستفيدي مني بحاجه صغيره. كده معايا الصينيه اللي دهنتها سمنه زي ما انتوا شايفين كده. انا قسمت الكنافه دي نصين، النص كيلو هنقسمه نصين، نص هنحطه في قاع الصينيه علشان يبقى قاع الصينيه كده نفردها كويس عشان الحشو. لو عايزه تعمليها ساده ومش عايزه تحشيها، انزلي بالكميه كلها واضغطيها قوي بصينيه تانية قدها او بايدك. ده لو عايزاها كنافه ساده ما فيهاش اي حاجه، انما لو هتحشيها لازم تعمليها على نصين كده، وفي نفس الوقت تضغطيها كويس زي ما انت شايفة كده اهو. مش سكر، مش شرط سكر بودر، انت لو عايزة سكر بودر تحطيه عليها حطي، انما مش شرط، هو كده كده بيسيح معاها في الحرارة وبيديها تماسك كده مع الكنافة. كده هنضغط بقى بايدينا كده الجزء اللي حطيناه الاول في قاع الصينية حلوة قوي عشان تبقى متماسكة في قاع الصينية، عشان نحط الحشو بقى عليها. عندنا الحشو بتاعنا النهاردة حلو قوي. عندي هنا نص كيلو من البلح الاسود بتاعنا، موجود في السوق عادي، نص كيلو ب7 جنيه. ده نص كيلو وشوية، كمان كانت حاطالي زيادة كمان، هو ب15 تقريبا.
كده خلاص انا مسيحه طبعا البلح بتاعي ده. انا فصصته كويس وغسلته وحطيته على نار هاديه بحته سمنه، ووطيت عليه النار وغطيتي عليه وتسيبيه يسيح يبقى زي المربى خالص. لازم تعمليه كده عشان يبقى طعمه حلو، وكمان عشان ما يبص معاكي في الكنافه لانه مبقاش ايه متغلف بسمنه او مهروس كويس. فهو ما تسيحيه على النار كده بيبقى عامل زي المربى وبيبقى حلو، وبيبقى بيديله طعم حلو كمان، وبيدي الكنافه طعم حلو. كده هنفرد بقى البلح الاسود بتاعنا. طبعا البلح الاسود فوائده عالية جدا للانيميا، بيدي طاقة لاولادك حلوة قوي كمان. لو حتى الولاد ما تعشوش دي بتبقى معاهم عشوة حلوة. لو انت حتى في المدرسة هتديهم قطعة في اللانش بوكس هتديهم طاقة طول اليوم وهيحبوها، تبقى طعمها حلوة قوي. جربيها، هما بياكلوش البلح عموما كده لوحده، حطيه في حشو اي حاجة كمان معاك هيبقى حلو، هيديهم طاقة حلوة. كده طبعا فردنا هنا الحشو بتاعنا كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. هننزل بقى بباقي الكنافة عليها من على الوش، نغطي بيها البلح كله، وهنفردها بقى وهنضغطها برضو كويس جدا علشان تبقى مضغوطة وتبقى سمكها مش تخين، عايزين سمكها رقيق. عشان كده احنا عاملين النص كيلو على صينية عشان تبقى زي مضغوطة زي الكنافة بتاع الحلويات بالظبط. بصوا سمك صينية الكنافة بنشتريها بتبقى قد ايه؟ قد سمك البسبوسة كده، وجواها حشو بتبقى حلوة قوي. كده احنا حطينا باقي الجزء على البلح من فوق. ساوي بقى الصينية ومسحي حروفها كويس جدا عشان فيها سكر عشان ما تتحرقش معاكي. هنضغط بقى الكمية اللي حطيناها فوق دي برضو، اضغطي بقى جامد كده، اضغطي وسوي الحروف اهي. جربي الطريقة دي ان شاء الله تعجبك. كده اهو بضغطها وبضغط الحروف، انما الجزء الصينية التانية الحشو بتاعها مش هينفع نضغطه، احنا ده بنضغط فيه براحتنا. عايزة تحطي الحشو ده مكسرات حطي، عايزة تحطي قطع مانجا حطي، عايزة تحطي مربى مثلا ولادك بيحبوها بالمربى برضو حطي عادي. بس هي بالاحسن يعني القطعة بتبقى ناشفة مع البلح كده، بتبقى البلح مفهوش اي مواد سائلة، فما بتبقاش طرية معاكي من جوه قوي، بتبقى حلوة مقرمشة من بره ومن جوه ايه حلوة برضو متماسكة كده وطرية. طبعا احنا خلصنا دي. عندي نص كيلو تاني انا هجيبه وهفتحه ده ونحطه زي ما انتوا شايفين كده. برضو هنفرك فيه او هنفركها او هنفرمها فرمة وسط كده بايدينا برضو. كده هعمل زي ما عملنا في اول الصينية التانية، هنعمل في دي بس هنا الحشو مختلف. يلا الجو برد، قومي ولعي الفرن وما تكسليش واعملي حاجة حلوة في البيت. يعني صينية الكنافة النص دي مكلفاني 20 جنيه، احسن ما تشتري من بره صينية كنافة عمرها ما هتبقى بالسعر ده. طبعا لو عايزة تعملي الصواني دي اوردرات وتطلعيها حلوة قوي برضو، بتبقى مش مكلفة معاكي، وكمان بتبقى حلوة قوي، مش مفيهاش التكلفة العالية اللي بتبقى بره. برضو عندي صينية نفس المقاس، حطيت فيها شوية من السمنة، هنوزعهم عليها كويس كده بايدينا كده كده ايدينا في الكنافة اهي. وهحط برضو النص، بس عندنا قلتلكوا الصينية التانية بحشو مختلف طبعا كلنا عارفينه وكلنا بنحبه وحلو قوي مع اولادنا برضو، بيدوهم ايه طاقة. اللي ما بيحبش اللبن اللي ما بيشربش اللبن لوحده حطيناه في الحشوة وعملنا بيه حشوة جميلة قوي مع صينية الكنافة دي. طبعا زي ما قلتلك اعملي السيرب من بدري، واعملي سيرب تقيل، وخليه معاكي بارد. ممكن تحطي 3 كوبايات من السكر على 1.5 كوباية من المية، او 2 كوبايات من المية وعصرة ليمونة، وتسيبيه يتقل على النار، بياخد سوا شوية عن السيرب بتاع البسبوسة. وبعد ما يتقل معاكي خالص هنحط معاه ليمونة او عصرة ليمونة او شرايح ليمون. وبعد كده بعد ما ينزل من على النار هتحطي الفانيليا.
كده طبعا خلصنا. هنضغط بقى تحت كويس جدا كده. اول طبقة دي لازم نضغطها كويس جدا، وهنرفعها على حيطان الصينية كده عشان الحشو بتاعنا ما يتحرقش. طبعا الحشو التاني بتاعنا جميل جدا وكلنا بنحبه. هنا انا عندي عملت قشطة. بصوا انا سبتها في الطبق تبرد كده، حطيتها تبرد، هي لسه دافية معايا. هننزل بقى بكمية القشطة كلها على الكنافة بتاعتنا. عملنا القشطة دي ازاي؟ انا جبت نص كيلو من الحليب، على 4 معالق من النشا، على معلقة من السكر وفانيليا، وكمان قطعة من الزبدة صغيرة، لحد ما تقلت معايا وشلتها من على النار. دي اطعم قشطه هتحبيها وطعمها تحفه. وقطعه الزبده او معلقتين القشطه في القشطه بتاع الكنافه بتبقى حلوه قوي، مديالها طعم حلو قوي. هنا هنفرد معانا القشطه بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، بس ما تجيبهاش بره على حروف الصينيه عشان ما تتحرقش منك، عشان لو طلعت على حروف الصينيه بتتلسع كده. كمان تاني حشوه معانا جميله اهي. عايزه تحطي على القشطه كمان مكسرات حطي. كده بقى هننزل بكمية الكنافة بتاعتنا بالراحة جدا. هنبقى هنا بنحطها بالراحة، مش هتضغطي تاني، لا هتطبطبي بالراحة كده على الكنافة، وهتسويها بالراحة بإيدك كده، مش هتضغطي عشان الحشوة بتاعتك ما تطلعش منك من الكنافة وتتحرق. بجد كان طعمها تحفة. الصينيتين الكنافة كانوا تحفة. ولادي قاعدوا مستنيين علشان يا ماما احنا هنتعشى بيها. احنا كده مش هنتعشى اكل، لا هنتعشى بس الكنافه اللي انتي عاملاها. طبعا عملوا نسكافيه او شاي بلبن، وقعدوا بقى اكلوا اتعشوا بيها. بس كانت بصراحه ريحتها تحفه في الفرن، عشان السمنه البلدي اللي احنا حاطينها بتخلي الريحه حلوه كمان. وريحه البلح الاسود مع السمنه البلدي بيبقى حلو قوي. وكمان القشطه بتبقى معاها حلوه ملهاش حل. كده نزلنا بكون بقيت كميه الكنافه زي ما انتوا شايفين كده. برضو زي ما قلت لكم بالراحة، مش هنضغط، بالراحة خالص بالطبطبة كده. هتساوي الصينية اللي باقية وش الصينية. بصي بالراحة خالص، انا بعمل بطراطيف صوابعي كده. دي مش عايزة ضغط، خلاص كده هتبقى صينية كنافة بالقشطة تحفة ملهاش حل. دي هتتحط في الفرن بقى تتحمر، وهتبقى تاخد لون ذهبي فوق وتحت. اللي بالبلح ممكن نقلبها عشان تاخد لون حلو فوق وتحت، انما دي لا مش هينفع تقلبيها عشان القشطة بتبقى سايلة فيها وهي سخنة كده. طبعا خلصنا الكنافة بتاعتنا ديت اللي بالبلح، وديت التانية اللي بالقشطة. وكمان ولعت الفرن يسخن، ويلا بينا ندخلهم الفرن بتاعنا ونشوف. وهوب وهوب، الله 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 الله، وهوب طلعت الكنافة اللي بالقشطة. بصوا شكلها، بصوا شموا ريحتها. وهنا بالسيرة بالتقيل وهي سخنة وبنزل عليها، بجد ريحتها ملهاش حل. الله على الجمال، الله الله. بصراحة ريحتها جميلة جدا. الجمال عدى الكلام في صينية الكنافة اللي بالقشطة دي. وكمان اللي بالبلح برضو كانت تحفة ملهاش حل. لازم تنزلي السيرب يكون بارد والكنافة تكون سخنة وانزلي بيها. والله الله، الكنافة اللي بالبلح طلعت كمان. التانية بردت خلاص دافية شوية، وكمان دي لسه سخنة. بصوا انا قلبتها زي ما قلت لكم. البلح لو لمس الصينية من تحت بياخد اللون المحمر ده، بس مش محروقة ولا حاجة، لا هي واخدة لون دابي لان انا قلبتها حلو قوي كده. طبعا الكنافة دي سخنة والسيرب بارد، وهننزل بقى بشوية من السيرب. وصينية الكنافة اللي بالبلح دي كانت مقرمشة جدا من بره، ومن جوه طرية وملهاش حل. طبعا القرمشة بتاعتها من بره ومن جوه البلح كده طري، بس اللي بالقشطة طبعا بتبقى جواها من كلها من جوه طرية، بس برضو كانت مقرمشة من بره وجميلة وتحفة. احلى صينيتين كنافة جربيهم، هيعجبوكي قوي وهيعجبوا ولادك. وطبعا احنا عايزين حاجة تدفينا في البرد ده. بس طبعا اللي عايزة تخسي بلاش الجريمة الكاملة بتاعت الكنافة بتاع البلح دي، لانها فعلا جريمة كاملة. بصوا الله 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 الله، بصوا سمكها رفيع والحشو فيها واخد لون حلو قوي، وكمان ريحتها تحفة وهي كده دافية كده. احلى حاجة في الكنافة تاكليها وهي دافية، مش سخنة قوي، لا وهي دافية كده بتبقى حلوة قوي. هنا كمان اللي بالقشطة طلعت وقطعت منها قطعة كمان.
بصوا ماسكة التليفون بإيده وبصور، والصينية دافية معايا، بس بصوا ملهاش حل. الله 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 على القشطة مع السيرب مع السمنة البلدي بقى، يعني بصراحة ملهمش حل. يلا جربي النهاردة الوصفتين بتوعي دول، او جربي في صينية واحدة، اعملي واحدة بس على قد ولادك وان شاء الله هتعجبك. وما تنسينيش بقى في اللايك والشير وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمة الله.